السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بمبار الغلابه. بمبار الغلابه اللي كنا بنجيبه برخص التراب دلوقتي بقى غالي جدا، بس طبعا ما نقدرش نستغنى عنه. شايفين جماله وحلاوته عامل ازاي؟ بجد حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه، وبوصفه سهله وبسيطه. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جبت هنا بقى الحله، حطيت حبه من الزيت. هنزل كده ببصلتين متقطعين تقطيع صغير، وممكن كمان تضربهم في الكبة. انا الصراحة ضربتهم في الكبة، استسهلت الموضوع وقلت ايه بدل بقى ما اعيط ودموعي بقى تنزل على البصل. رحت ضربهم في الكبة على طول. هبتدي بقى اللي انا اقلب فيهم، اللي انا اتبل البصل مع زيت كويس، ومجرد ما البصل يدبل هروح نازله طبعا بالطماطم الحمراء اللي احنا عصرناها. هنا بقى بقلب البصله. بجد الموضوع سهل وبسيط، جربي ومش هتندمي. هنا بقى لقيت خلاص اخر بق في الزيت، روحت حطاه. شايفين البصله دبلت معايا؟ ما تخليهاش اللي هي تغمق، يعني خلي البصله هي تصفر، او اللي هي مثلا تدبل معاكي. بس بجد بتبقى حلوه قوي. هنا بقى نزلت بقى بمعلقتين عصير طماطم بتاعت البطرمانات، ونزلت كمان بكيلو طماطم معصوره. هنا بقى زودت ميه عشان طبعا الطماطم كانت محتاجه ميه وكده. بس بجد مش قادره اوصف لكم بقى على الريحه في اللحظه ديت. وهتحطي بقى التوابل بقى اللي انتي حباه. انا هنا حطيت فلفل اسمر، هحط كمان كمون، والكمون اساسي، واحط كمان ملح، وطبعا الملح حسب الرغبه. وحطيت اللهم صل على النبي ورق روري مطحون، وحطيت كمان حبة من 7 بهارات. وبجد بقى بصي التوابل اللي انتوا حابينها ضيفوها. اي توابل انتوا حابينها هتضيفوها على الصلصة، بجد هتبقى روعة. هنا بقى حطيت بقى كمان حبة من البابريكا، وحطيت كمان سنة من اللهم صل على النبي، اسمه ايه، الكزبرة. خليكم مركزين معايا، ولا تروحوا هنا ولا هنا. هنا بقى ابتديت بقى ان انا اقلب الصلصة، وهسيبها بقى مع نفسها تتسبك. غمضوا فتحوا وتعالوا بقى نشوف. شايفين الصلصة بقت حمرة جدا، وبجد كان السوا بتاعها جميل، وبجد السبيك حلو. كل ما هتسبك الصلصة حلوة هتطلع بقوام حلو جدا. ما تخليش الصلصة اللي هي تبقى صيصة كده في نفسها. هنا بقى نزلت بكمية الرز، ضفت كيلو ونص رز على كيلو الطماطم. وطبعا انا كنت حاطه صلصه بطرمانات، وهزود كمان صلصه بطرمانات تاني عشان تبقى الصلصه محمره وجميله كده. هشوح بقى الرز على النار، بس على نار هاديه، يا دوب بس الرز اللي هو بس يتشرب شويه من الطماطم. وكمان هنزل بالخضره، واتفرجوا بقى على الرز بقى هيبقى مفلفل بص وزي الفل. هنا بقى بجيب الخضره وهنزل بيها. هو الموضوع سهل وبسيط. طبعا زي ما انتوا طبعا ما عارفين الاسعار بقت نار، يعني كلمة نار دي قليلة. طبعا اكيد مش هنمنع نفسنا من الاكل. قلنا بقى لما نجيب بومبار ونعمله. طبعا البومبار ما شاء الله يعني كميته بتبقى حلوة. هتاكلي منه واحدة اتنين تلاتة اربعة بالكتير قوي وهتشبعي. احنا كمان كنا عاملين جنبه محشي، بس الصراحة ما صورناش المحشي، صورنا البومبار بس. بس الاتنين كانوا مع بعض تحفة. كلمة تحفة دي كان قليلة الصراحة. نفس الخلطة ديت تقدري برضو تعمليها في المحشي. هنا بقى انا بقطع البمبار قطع صغيرة وبحشيه على طول. الموضوع دوت هيبقى سهل جدا، ومش هياخد معاكي اي وقت خالص. طبعا لو حشيتيه وهو طويل وقعدت انت تخيطيه، الطريقة دي طريقة تقليدية وقديمة جدا، وفي نفس الوقت البمبار هياخد معاكي يعني وقت اكتر من حقه. لا، اعمليه بالطريقة دي بجد وهتدعيلي. بصي الموضوع سهل جدا، بس هو كان الرز سخن شوية على ايديا. ايوه، تفتحي البمبرايه من هنا ومن هنا بايدك، والايد التانية هتحشي بيها. وخلاص الصابع مجرد ما هتحطيه في الحله. اللهم صل على النبي يعني. خلاص يعني سامحوني الحته ديت اتقطعت وكده، مع يعني سامحوني بقى. اغلي الميه كويس قوي، وحطي بقى ونزلي البمبار. غمضوا فتحوا يلا نحمر. شايفين اسهل من كده؟ لما تيجي بقى تسلقي البمبار هتحطي برضو في الشوربه. هتعتبري الشوربه ديت نفس شوربه الفراخ. هتحطي ورق لوري، وهتحطي بصل، وهتحطي التوابل اللي انت حباها برضو، وهتظبطي الملح، وهتخلي البمبار يتسلق. بس اهم حاجه تنزلي بالبمبار بالميه وهي تغلي. ليه بقى؟ عشان البمبار يروح قافل. هنا بقى ابتديت بقى اللي انا احمره. شايفين لونه بجد حلو جدا، مصفر كده، ولونه جميل، مش محروق بقى ولا اللي انا غمقته او لا. بجد الكاميرا ظالمه اللون. لازم تجربوه بجد مش هتندموا. بجد حلو قوي قوي. وعايزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وعايزين فيديوهات ايه تاني.
شايفين ما شاء الله كمية البومبار، وكمان كان في طبق من دوت تاني. الكمية دي كلها كانت عبارة عن كيلو، عمل معايا طبقين، وبجد كان حلو جدا. شايفين الخلطة من جوه بجد بتتكلم عن نفسها. اتمنى بقى ان انتوا تجربوه بألف هنا وشفا مقدما. بحبكم في الله. مع السلامة.